كانت بتحكم مصر بدل الملك فاروق، تعين وزير أو تشيل وزير، كلمتها هي الأولى والأخيرة، رغم إنها ما كانتش من العيلة المالكة لكن هي ملكة مصر الفعلية. القصة عن سيدة القصر الأولى أو الخادمة اللي حكمت مصر. طبعا ما سمعتش قصتها قبل كده، لأن في حكايات كتير عن القصور واللي بيديروها من ورا الكواليس، بس قليل اللي يعرف إن في ست مصرية كان ليها نفوذ رهيب جوه القصر الملكي في الأربعينيات والخمسينيات، ست اسمها ناهد رشاد، واللي اتقال عنها انها كانت الحاكمة الحقيقية اللي بتتحكم في مصير ملوك وحكومات. لكن من هي ناهد رشاد وقصتها ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع معانا. ناهد رشاد اتولدت سنة 1919 من عيلة أرستقراطية، والدها كان من كبار موظفي القصر، وارتبطت بحياة الملك فاروق من بدري جدا لدرجة انها بقت من المقربين ليه وواحدة من الدائرة الضيقة اللي حواليه. لكن قوتها الحقيقية ظهرت لما عرفت تتحكم في قرارات الملك من غير ما تظهر للعلن، وده اللي خلى الصحافة وقتها تسميها ست القصر. اللي يدهشك ان ناهد رشاد ما كانتش مجرد وظيفة او شخصية بتخدم الملكة، لا دي كانت صاحبة نفوذ سياسي واجتماعي، وكان لها رأي مسموع في تعيين وزراء أو إقالة وزراء، وكان فاروق بيسمعها أكتر ما بيسمع مستشارينه. وده مش كلام مرسل، ده موجود في شهادات كتير من شخصيات عصرت الفترة دي. كانت ناهد رشاد متواجدة بشكل دائم في قصر عابدين وقصر القبة، وكانت بتتحكم حتى في مواعيد مقابلات الملك. يعني لو حد عايز يقابل فاروق كان لازم يمر من تحت ايدها الأول، وده خلى ناس كتير يشوفوا إنها بتلعب دور أقوى من أي وزير. ناهد كمان كان لها تأثير كبير على الملكة فريدة مراته الأولى، وبعد الطلاق فضلت قريبة من الأسرة المالكة، ولما اتجوز فاروق من الملكة نريمان كانت موجودة وبتدير الأمور، وده خلى البعض يوصفها إنها ظل الملك، اللي اتكتب عنها بعد كده في مذكرات معاصرين زي إحسان عبد القدوس وكتير من الصحفيين إن ناهد رشاد كانت بتاخد قرارات من ورا الستارة وبتفرضها على القصر، وفي نفس الوقت كانت بتبني شبكة علاقات مع السفراء الأجانب خصوصا الإنجليز، وده اللي زود الشكوك إنها كانت عين بريطانيا جوه القصر. بعد ثورة يوليو 52 ناهد رشاد خرجت من القصر، لكن ما فقدتش كل قوتها، لأن علاقتها كانت ممتدة مع طبقات تانية في المجتمع، وفضلت معروفة إنها واحدة من أهم ستات مصر في النصف الأول من القرن العشرين، لدرجة إن ناس كتير لحد النهاردة بيسموها المرأة الحديدية. واحد من الحوادث اللي بتأكد نفوذها إنها في مرة اتدخلت علشان تمنع إقالة وزير مقرب منها، وفعلا فاروق تراجع بعد ما كانت القرارات اتكتبت، ودي واقعة مشهورة في كتب التاريخ السياسي الحديث. الغريب كمان إنها رغم كل النفوذ ده ما كانتش ظاهرة في الإعلام بشكل كبير، مفيش صور كتير ليها ولا لقاءات علنية، كانت عايشة في الظل، لكن أثرها كان باين في كل كبيرة وصغيرة بتحصل في القصر. وبعد رحيل فاروق في منفاه في إيطاليا فضلت سيرتها بتتردد في الكتب والمقالات باعتبارها واحدة من الستات اللي كان ليهم دور غير عادي في صناعة قرارات بلد كاملة من غير ما يمسكوا أي منصب رسمي. لو بصينا للحكاية دي هنلاقي إن ناهد رشاد مش مجرد شخصية ثانوية، دي مثال إزاي ست واحدة ممكن تبقى الحاكم الفعلي وهي مش على الكرسي الرسمي، وده بيفكرنا إن التاريخ ساعات بيتكتب مش من فوق المنابر بس، لكن من ورا الأبواب المقفولة.